السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناة وصفات سيدة جزائرية. نرحب بجميع المشتركين، أهلا وسهلا بكم في قناتي المتواضعة. جيتكم اليوم بوصفة أو بأكلة، وصفة النعمة أو البربوشة أو الطعام ولا الكسكسي كل آخر كيفاه يسميها في ولايته. كنت حضرتها لوجبة غداء، حبيت نشاركها معكم. حضرتها بطريقتي الخاصة، أرجو أن تنال إعجابكم. وما نطولش عليكم بالهضرة، نجوز معكم مباشرة في تحضير الوصفة. بسم الله. واش نحتاج الوصفة تاعي؟ بالنسبة للمقادير عندي 3 مغارف زيت، عندي حبة بصلة كبيرة كنت قشرتها وغسلتها ورحيتها في الأشواغ، نضيف البصلة تاعي، عندي قطعتين من الدجاج، نحرك الدجاج تاعي مع البصلة مليح ونخليه يسقلا، نضيف مغرفة تاع الماكلة ملح، المغرفة دبسها ماشي معمرة، كذلك دبس الحمار مغرفة صغيرة ماشي كبيرة، أو بابريكا الحمار الحلو، رشة من الفلفل الأسود، كمية من راس الحانوت، كمية من فلفل عكري، فلفل حار الأحمر الحار، نحرك مليح. بالنسبة للتوابل تبلي كما قلت لك على حساب الذوق وعلى حساب الكمية اللي راح تخدميها. نغطي على البرمة تاعي ونخليها تتقلى على غردها. من بعد نرمي الخضرة تاعي، انا عندي 2 حبات جريوات وعندي 2 حبات سنارية، عندي كمية من الحمص كنت رنختو وغليتو، نزيد نخلي نقولوا الدجاج تاعي يتقلى مليح مع الخضره. بالنسبه للبنات المبتدئات كان حابه الماكله تاعك تجيك بنينه، على قد ما قليتيها على قد ما تجيك بنينه. هنا نضيف الطماطم تاعي، درت 2 حبات طماطم، مام كبار مام صغار، كنت غسلتهم وقشرتهم ورحيتهم في الاشواغ. نزيد نخلي الطماطم تاعي مع الدجاج والجريوات البصله الحمص يتقلاو لي مليح، نغطي على البرمة تاعي ونخليها تقلع على غردها. ومن جهة خلاف نروح نحضر النعمة تاعي. النعمة هذه تاع الدار مفسولة بتلتالي وحدة، نعمة ما شاء الله. نضيف كمية من النعمة ولا الكسكسي، درك هنا نضيف البطاطا تاعي، هنا نمرق، ضفت 3 سنات ثوم، بعد ما سومت النعمة تاعي انا عن نفسي نصومها، نحطها تحت العين ونصومها مليح، رغم انها يعني نعمه نظيفه عمري لقيت فيها لا شعره نقولوا ولا حتى هذاك الدقاق هذاك اللي نقولوا
صبرهم به ولا الفارينة ولا تنفضها مليح. الحق يعني الحق يقال منفضها مليح. بصح رغم هذا انا والف نسومها وما نقدرش ما نسومش النعمه ساعي، غير كان نقولوا شريتها هذا في هذاك الوقت ما نسومهاش، نرشها بالماء والزيت ونحطها نشيح. بصح تاع الدار نسومها وبقيت نسومها كما علمونا امهاتنا. في المرحلة هذه نربي زوج مغارف تاع الماكلة من الطماطم المصبرة. نزيد نرمي زوج كرابط حار. درك هنا نملح النعمة ساعي، هي صح مالحة بصح حبيت نزيد لها شوية. كما تعرفوا النعمة ساعة تجي مالحة ماشي كما النعمة تاع برا. مع هذا حبيت نزيد لها شوية ملح. درك نرشها بالماء، احنا نقولوا نعاودها بالماء ونشوف القيسها مخصوصة نزيد لها القيسة مليحة نص وقف. هي ما شاء الله نعيمة يعني مفصولة قلب ورب، حتى كي نعود نسقي فيها بالمرقة تنشف ليه يعني تحب المرقة. الحق تاع ربي مبرومة يعني ومفصولة يعني على الكيف. بعد ما شحت النعمة نحطها نفورها الصفيرة الثانية. بالنسبة للبنات المبتدئات كي تحطوا النعمة تاعكم في الكسكاس صفور ديروا لها نقبة نقولوا في الوسط بالمغرف تاع العود باش تصفر لكم ليه وما تعطلش. هنا بعد ما فارت لي النعمة تاعي فرصها في القصعة ودرت لها الزبدة. احنا نقولوا سبقتها بالزبدة ولا دهنتها بالزبدة. وهذه هي طريقتي في تحضير النعمة أو الكسكسي أو الطعام. حضرته عن الطريقة القسنطينية. نتمنى تكون الطريقة تاعي نقولوا اللي شاركتها معكم عجبتكم. نقول لكم شهيتكم في الجنة، ونتلاقى معكم إن شاء الله في فرصة أخرى أو وصفة أخرى من وصفات سيدة جزائرية. في أمان الله وحفظه، مع السلامة وإلى الملتقى إن شاء الله.